قصة مايك تايسون أسطورة البوكسينج. المهم ظروف عيلته المادية كانت على قدها شوية، فاضطروا إن هم ينقلوا من نيويورك يروحوا مدينة تانية أرخص شوية، بس ده اضطر إن هم يعيشوا في مستوى أقل من اللي كانوا عايشين فيه. فبقى مايك عايش في وسط أطفال الشوارع، وبقى بيتعامل معاهم يوميا، لدرجة إن أول خناقة لمايك في الشارع الولد اتريق على صوته فراح مديله علقة موت، جاب له ارتجاج في المخ ودخل فيها السجن. في مرة من المرات في الخناقات دي كان في واحد اسمه بوبي ستيوارت، ده كان عنده مركز تدريب بوكسينج. اتفرج على مايك ولقى ان طريقة ضربه موهوبة جدا، راح اتكلم مع مايك وعرض عليه ان هو يمرنه ويخليه قوي جدا في البوكسينج، وهو كذلك لحد ما جت المفاجأة. 1982 مايك اخد اولمبياد الجونيورز في البوكسينج، واول ما كمل 18 سنة دخل اتحاد المحترفين في البوكسينج، لدرجة ان اول 28 ماتش كسب منهم 26. بعد كده بقى بطل الوزن التقيل. بعدها حصل كارثة، مايك خسر من واحد اسمه دوجلاس، ولما اتسأل عن الخسارة دي قالك ان فعلا الخسارة دي كان هو محتاجها، لان دي طفت غروره شوية وخلته جعان للمكسب، لدرجة انه قال ان اللحظة دي كانت اعظم لحظة في حياته. واللي حصل ده يعلمنا ان اي انسان مهما كان قوي واتغر اكيد هيقع. وبكده يكون خلص الفيديو. متنساش تعمل لي فولو، متنساش تاخد برومو كود بتاع كحافف تيم من ايفن عشان تاخد خصم متعصب.